عارف الميزه ايه؟ الميزه ان احنا عندنا مدرب ما بيسمعش لحد. عندنا مدرب كلمته من دماغ مدير المنتخب، من دماغ المشرف على المنتخب، من دماغ اتحاد الكوره، من دماغ اللي دماغه، من دماغ واحد. والله انا ما دخلتش جوه حد فمش عايز اقول بيهرب من المباراه، بس ما تبقوش انتوا الظروف اللي حواليا والمباراه عليا. فاعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه وفتحوا جرس التنبيهات، ويلا بينا ندخل في تحليل مباراه مصر وغانا واللي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما. يلا يا رجاله. منتخب فاهم التعديلات، او ريو فيتوريا فاهم ان التعديلات هو ان انا اشيل المركز بمركز واعمل واسوي. يعني بدأ بتشكيله حراسه المرمى محمد الشناوي، عمر كمال ناحيه اليمين، محمد حمدي ناحيه الشمال، احمد حجازي وعبد المنعم اتنين مساكين. بدأ في نص الملعب بالنني تاني وحمدي فتحي، بس غير نزل امام عاشور قدام صلاح على اليمين ومرموش على الشمال ومصطفى محمد راس حربة. عارف الفكرة بتاعت زيزو صلاح؟ هي الفكرة اللي هو عملها ما بين مرموش وإمام عاشور. ودى إمام عاشور ناحية الشمال، قام بدور الجناح الشمال، ودخل مرموش عشان يكون راس حربة تاني ورا خلف، يعني مع مصطفى محمد عشان يلعب الدور ده. تمام. الطريقة دي غلط. ليه غلط؟ لأن الاتنين بتوع نص الملعب برضه حمدي فتحي اللي بيعمل الدور الهجومي، ومحمد النني هو اللي بيعمل الدور الدفاعي. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا غيرت بس من الجناح اليمين، وخليت صلاح يلعب الدور بتاعه صناعة اللعب بس من على الأطراف اللي ما كانش مميز أصلا في أي حاجة، ونزلت إمام عاشور يكون هو الجناح الشمال. الشوط الأولاني أنا عملتش غير تسديدة واحدة بس على الجون، صدت من حارس المرمى بتاع نادي اورلاندو بايرتس جنوب افريقيا، حارس منتخب غانا اسمه ريتشارد مش عارف حاجه كده. عشان في الشوط الثاني تعالى لي بقى الجون، بقى الجون الجميل، الجون الحلو الامور. تعالى بالراحه بالراحه. صلاح خرج والناس بتتكلم على ان صلاح هرب من المباراه، اللي هو ده انا كنت شاهد على الستة واحد، كنت موجود في الملعب. هي هتتكرر تاني ولا ايه؟ عنده عقدة غانا من 10 سنين. يعني صلاح بقى له 14 سنة بيلعب في منتخب مصر. ثانية بس ثانية. خرج صلاح، انا ماليش دعوة بقى. ما دخلتش ماليش دعوة باللي الناس بتقوله. ماليش دعوة بصلاح هرب، صلاح مش عارف ايه. الجماعة اللي قدامي صلاح ايه؟ صلاح مصاب بس. انا اللي قدامي صلاح ايه؟ صلاح مصاب. ماليش دعوة بقى. خرج هربان، خرج تعبان، خرج مش عارف ايه، صلاح خارج مصاب. ماليش دعوة، مش هتكلم تاني عشان الناس بتزعل. في ناس بتقول احسن ان هو خرج، وفي ناس بتقول لك لا يا عم ده احنا تعبنا ان هو خرج. مصطفى فتحي نزل، كرة اتلعبت له، لعيب بيبقى لازم من على الدكه، المفروض ان انا عايش المباراه مركز جاهز. بس ليه مصطفى فتحي الكرة تقطع منه؟ ساليسو عبد الصمد يلعبها لمحمد قدوس اللي المفروض ده المان بتاع النني، لان النني هو رقم ستة. النني اصلا مش في الكوره، النني اصلا مش في الكادر. عشان قدوس في الدقيقه 48، الدقيقه الثالثه من الوقت الاضافي في الشوط الاولاني، يشمع واحده تدخل في الشناوي، اللي بالمناسبه الشناوي النهارده دي مباراه من مش من احسن مبارياته، مباراه من اسوأ مبارياته. واللقطه الاخيره في اللقاء خير دليل على ده. والجون الثاني، تعال لي بس قبل ما اجي لجوان مصر. الجون الثاني، الجون الثاني فضيحه. طلع النني، فين حمدي؟ مفيش. قدوس مسؤوليه مين؟ استاذ حمدي فتحي. فين حمدي بعد خروج النني؟ مش موجود. شناوي اعتمد، ما طلعش. اعتمد على مين؟ على عبد المنعم. عبد المنعم عمل ايه؟ ضرب لخمه. عبد المنعم عمل ايه؟ ضرب لخمه. الراجل اللي ضرب لخمه، احسن مدافع في مصر، ضرب لخمه. قام كرة جلت، وقدوس جاب الجول الثاني. يسأل عنه ان حمدي فتحي، عبد المنعم، شناوي بس. تعال بقى للشوط الثاني. ولما اجي اقول لك، ويا جماعه انا هتكلم كلمتين ما حدش يزعل مني،
محترف، فرعون، فخر مصر، فخر العرب، على عيني وعلى راسي. بس بيعمل ايه مع منتخب مصر؟ حرفيا بيعمل بلوى، بيعمل مصيبه. وجوده في الملعب تقل زايد. وانا عارف ان في ناس لما هتيجي لحد الحته دي هتقفل الفيديو. محمد صلاح حاسس ان هو تقيل على المنتخب، عالي على المنتخب، من الاخر بيلعب بالشوكه والسكينه مع المنتخب. ليه؟ تفهمش. خايف على نفسه ليه؟ تفهمش. بقينا في وضع ان احنا بقى معانا نقطتين من تعادلين قدام موزمبيق وغانا. واللي بالمناسبه زي ما كنت تقدر تكسب موزمبيق 5 و6، غانا كنت تقدر تكسبها 3 و4. زي ما كنت تقدر تكسب موزمبيق 5 و6، غانا كنا نقدر نكسبها 3 و4. بس في ايه بقى؟ رعونه من لعيبه. نزل الشوط الثاني، مصطفى فتحي على اليمين، امام عاشور نزل في نص الملعب تاني، مرموش راح ناحيه الشمال، النني مكمل في الضحك اللي هو بيقدمه من اول البطوله، وحمدي فتحي مستواه في النازل، في النازل، واخد اسانسير ونازل بيه. عشان خاطر ايه المحصله؟ لا شيء. منظومه بنبنيها بقالنا سنه ونص مع روي فيتوريا، بيهدها في بطوله، بيهدها في ماتشين. تقول لي يا عم احمد ربك على التعادل. اقول لك تعادل ايه اللي انت جاي تكلمني عليه؟ تعادل ايه؟ تعادل قدام نسخه من منتخب غانا، نسخه فرديه. إناكي ويليامز بيلعب لنفسه، سيمون بيلعب لنفسه، قدوس بيلعب لنفسه، كل واحد فيهم بيلعب لنفسه. قلت في الفيديو اللي نزل امبارح محمد قدوس راس مال امه الترقيص. وبعدين ما شفتش حميه، ما شفتش غير على المنتخب الا لما طلع صلاح. تعالى لي بقى التبديلات. الطبيعي بدايه مروان عطيه، اصلا الطبيعي بدايه مروان عطيه. قلت مروان وحمدي وامام عاشور. لا انا مش هبدا بمروان، ومش هبدا بامام في نص الملعب، هبدا بيه جناح شمال، وحمدي هيهاجم والنني هيدافع. تريزيجيه ما لعبش من اول الماتش ليه؟ ما اعرفش. نيجي بقى لجول التعادل. عمر مرموش فخر مصر. عمر مرموش لعيب محترف. عمر مرموش دمه محروق على المنتخب، مش محمد صلاح. عمر مرموش بيهين نفسه في الملعب، بيهين كرم، مقطع بطاقته. عمر مرموش مقطع بطاقته، مش مستني من حد ان هو يخدم عليه، بيخدم على نفسه بنفسه. تريزيجيه نزل، فوت الكوره بقى قصد او بدون قصد، ساليس خرج إناكي ويليامز من اللعبه. ساليسو عبد الصمد ما قطعش، توصل الكوره لمرموش، عالمي، حط هدف جميل. 1-1. قبليها بقى هدف لعبد المنعم. خلينا نجيله بقى في الاخر، تمام، خلينا نجيله في الاخر. نيجي للجون الثاني، مصطفى محمد. الله يا مصطفى، حبيبي يا مصطفى، يا عالمي يا مصطفى، يحط هدف تاني، هدف تعادل لمنتخب مصر. جميل. تريزيجيه، تريزيجول، تريزيجيه يبدا لعيب بيموت نفسه، بيهين نفسه، مقطع بطاقته زيه زي مرموش، مش جاي عالي على المنتخب. لما انتقد لعيب اعرفوا ان انا بحبه، لما انتقد لعيب اعرفوا ان هو ليه غلاوه عندي.
انه له معزه عندي. ليه مفيش غيره؟ معرفش. اللعيبه بعد ما طلع كله يلا يا رجال فاموس، وكل اللي ما بيعرف يعمل حاجه بقى بيعملها. لا خطط ولا نيله. مش هكمل. نيجي بقى للهدف. كرة ملعوبة من مرموش، فوتت من حجازي، عبد المنعم ركب حط الكرة جول. الغيها ليه؟ الغيها ليه؟ لا، ما انا الحكم اللي لغيت اللي ما احتسبتش ضربة جزاء للاهلي في ماتش اتحاد العاصمة في السوبر. وبعدين فمعلش اعذروني مش هحسبها. يا حبيبي يا حيلتها، عك تحكيمي، حكم ضعيف. لاعيبه منتخب غانا، راجل اللي عنده 35 سنه الباك اليمين عمال يخبط ياخد انذار بس. سالسو عبد الصمد عمال يخبط ياخد انذار بس. مجيد دوت عمال يخبط، ما تدي انذارات. معيش، نسيته. وقف عند سالسو عبد الصمد. المقصود غانا هتكسب موزمبيق الماتش الجاي، والراس الاخضر بكره هيكسب موزمبيق، وانت عندك معركه حياه او موت مع الراس الاخضر. الراس الاخضر لما تكسب موزمبيق هي ضمنت الصعود. احسن كوره في المجموعه بتتقدم من الراس الاخضر. تبقى بقى مصيبه بكره لو حصلت اي نتيجه غير. لو كان فيردي تعادلت مع موزمبيق مثلا لا سمح الله او لا قدر الله، الماتش اللي جاي، الماتش اللي جاي عايز اشوف عبد المنعم بيلعب جنب ياسر، لان هم فاهمين بعض. برغم ان حجازي قدم ماتش عمره، بس هتنزل علي جبر مكانه، مكان عبد المنعم، يبقى خربت. يبقى انت بتدور على خراب مالطا. اشوف مروان وحمدي فتحي والاثنين بيعملوا ادوار دفاعيه، وعايز اشوف امام عاشور. عايز اشوف الماتش اللي جاي. ها، عايز اشوف الماتش اللي جاي مصطفى محمد، مصطفى فتحي وتريزيجيه، وانزل مرموش الشوط الثاني مكان مصطفى. وعايز اشوف فتوح وعمر كمال، الله اعلم هو سليم ولا مصاب. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.